السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا على أحلى صحبة في الدنيا، صحبة في المطبخ مع أم يوسف. حبايبي واخواتي وحشتني جدا. النهاردة هنعمل مع بعض شوية الجمبري اللي زي العسل دول. إن شاء الله نعملهم بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة الدقة اللي هنستعملها في كل حاجة في الحياة في السمك. أنا حطيت شوية توم محترمين. يعني أنا كنت عاملة راسين مثلا كبار فحطيتهم كلهم، لأن أنا هعمل بيها اللي أنا عايزاه وفي الآخر هشيله في الفريزر. قرنين فلفل رومي، قرن فلفل حراق. ممكن تزودي الفلفل الحراق زي ما انت عايزة. ممكن تحطي هريسة شطة، معلقة ملح كبيرة بتاعت اكل مليانة، وشوية كزبرة صغيرين قوي بتعمل ريحة حلوة قوي في التتبيلة. وهنحط الكمون بقى معلقة محترمة برضو كبيرة، معلقة اكل كده. يا جماعة التتبيلة دي كميتها كبيرة، احنا هناخد من كل حاجة معلقة كده صغيرة، والباقي هتحطيه في كيس عندك في الفريزر. هتستعمليه مرة تانية في السمك او في شوية بتنجان مخلل او في اي حاجة. حطيت شوية خل كده محترمين بمقدار معلقتين خل. وهعصر ليمونية كبيرة، عارفين الليمون الكبير ده اللي هو الليمون ايطاليا ده. عصرت ليمونية كبيرة عشان اعمل طعم حلو كده في التتبيلة بتاعتي. وانتي بتعملي السلطة بتاعت السمك، جربي كده حطي من التتبيلة دي سنة، يعني نص معلقة شاي كده. المهم هنجيب بقى الجمبري الجميل بتاعنا، ونبتدي نسمي الله كده ونحضره. طريقته سهلة جدا وبسيطة جدا، في دقايق وانتي واقفة هتكوني بتحضريه. على فكرة يا جماعة انا شغالة، ما قطعتش وما سرعتش. واللي انتوا شايفينه ده الوقت اللي انا اشتغلت بيه في الفعل يعني. انا جبت طاجن صغير، ممكن كنت تعمليه في حاجة كبيرة او في بايركس او اللي انت عايزاه، بس انا حابة اعمله في طاجن صغير. جبت كمية الجمبري وعملت معاها بصلاية شرايح، وعملت معاها فلفل شرايح، ليمون شرايح. طبعا انا حاطه فلفل بارد مش حاطه فلفل حار. وحاطه شويه هريسه شطه صغيرين قوي، يعني انتوا شايفين اللي مشاوركوا عليهم بصباعي دي. قيمه معلقه صغيره هريسه شطه. طبعا الليمون على جنب، الليمون الشرايح ده بيبقى طعمه زي العسل في قلب الجمبري. جربي كده تحطيه، وجربي طعمه هيبقى عامل ازاي. هتنزل بقى الحاجات الجميلة دي الاول كلها قبل ما انزل بالجمبري، عشان انا عايزة الحاجات دي كلها تبقى في القاع من تحت، عشان الجمبري ما يلزقش من تحت وبيبقى شكله حلو كمان. بتظبطي الصينية او الطاجن بتاعك بالشكل اللي يناسبك. زي ما احنا شايفين الطبق اللي ورا ده اللي فيه التتبيله اللي انا عملتها، بصوا دي الكميه اللي انا هاخدها للجمبري. والجمبري اللي مرصوص ورا ده انا متبلاه، يعني انا متبلاه بشويه صغيرين زي دول قبل ما احطه. هنزل برضو بمعلقه كمون صغيره وشويه كزبره صغيره، لان طبعا التتبيله اللي في التتبيله الملح والحاجات اللي فيها ملهاش علاقه اصلا بالملح اللي انت هتستعمليه. وحطيت معلقه شاي من الملح وشوية يعني انا هحط لكم العيارات كلها في صندوق الوصف، وهو الموضوع كله كمون وكزبرة وملح وشوية هريسة الشطة اللي انا حطيتها، وشوية التتبيلة بتاعة التوم. معلش انا كنت نسيت في التقطيع الطماطمايه فافتكرتها وانا بحط الحاجة فقطعت طماطمايه وحطيتها. في صندوق الوصف هتلاقي حاجة محطها لك بالترتيب، جهزيها بالترتيب واشتغلي بإذن الله. مش هتلاقي حاجة بتقف معاكي. بعد ما نزلت بالتوابل الحاجة كلها وتبلتها، هنزل عليها بربع كوباية مية. وربع كوباية مية دي هي اللي هتدينا شوية الشوربة الصغيرين اللي هيبقى طعمهم زي العسل من ايديكم بإذن الله. هنزل عليهم بعد كده بشرايح الليمون. وبعد كده هبتدي انزل بالجمبري بقى بالطريقة اللي تناسبك. حابة تحدفيه حدفة واحدة حدفيه، حابة تستفيه ستفيه. انتي وذوقك يا حبيبتي، واعملي اللي انتي عايزة تعمليه. يعني الطريقة اللي تناسبك حطي بيها. انا حطيته كده هوت ورا بعضيه. وخدوا بالكم هو متبل، يعني انا مفيش مشكله عندي في التتبيله اللي تحت، انا كنت بس بتبل الخضار بس. لكن انا بالنسبه لي الجمبري متبل قبل ما احطه. بعد ما ارصه كله في الطاجن بتاعي، هحط عليه بقى شريحه الليمون اللي زي العسل دي، وهنغطيه بورق فويل او بحاجه، وهنحطه على البوتاجاز. لو حابه تعمليه في الفرن، هو على فكره مش هياخد 10 دقايق في البوتاجاز. لو انت حابة تدخليه الفرن برضو مش هياخد اكتر من 10 دقايق على فرن طبعا تكوني مسخناه مسبقا. الجمبري ما بياخدش اي وقت، ده ثواني وهتلاقي كله استوى وبقى زي العسل. وزي ما احنا شايفين اتحضر في دقايق بسيطة. والله انا ما مسرعة حاجة، وده الوقت اللي اتحضر فيه بالفعل اللي قصادكم. يلا بقى بينا، وكده بعد 10 دقايق في الفرن وكانت دي النتيجة. ان شاء الله يطلع من ايدك احلى حاجة في الدنيا.
اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعيش بقى مع شكل الجمبري التحفة ده.